أنا اللي لفيت البلاد وطفت وشفت ألوان من العباد. أنا الشاهد على التاريخ، جيت بقلمي على طول أكتب حروف وسطور عن شعب ملا الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرا واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على أرض مصر. النهارده هنتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، سواء اذا كان من الناحيه التاريخيه او من الناحيه الاثريه، لان الموضوع حيوي جدا وجذاب وفيه قصص كتير وله مجموعه اثريه تعتبر يعني هي الاساس في بناء القاهره الحديثه. الموضوع هو القاهره الخديويه. بيقولوا عن القاهره اللي هي فيها الفن المعمار الحديث، المنطقه اللي بتعتبر فيها احلى العمارات واحلى القصور، دي بيسموها القاهرة الخديوية لأنها بتنسب بشكل عام للخديوي إسماعيل في منشأها. لكن المؤرخين بيحسبوا أن القاهرة الخديوية أو القاهرة الحديثة في الحقيقة على المستوى التاريخي ممكن نقول أن هي بتبدأ من عهد محمد علي، من أول ما استلم الحكم لحد ثورة 52. طول الفترة دي كل أي خديوي كان موجود أو أي ولي كان موجود في هذه الفترة كان بيساهم في تطوير القاهرة وتطوير شكلها، سواء من الناحية المعمارية أو من الناحية الخدمية. لكن في الحقيقة التاريخ أثبت أن الخديوي إسماعيل هو كان أكتر واحد مساهم في القاهرة الخديوية، عشان كده انتسبت ليه، يعني الانتساب كان للخديوي إسماعيل أكتر من كل البشوات أو الحكام السابقين ليه أو اللاحقين عنه. طبعا هي معروفة بمنطقة معينة، بتبدأ مثلا نقول عليها من كوبري قصر النيل أو كوبري الجلاء، وبنفضل مستمرين في القاهرة الخديوية بكل منشآتها المعمارية الرائعة لحد ميدان العتبة. وبرضو المنطقة اللي بعيد شوية كان ساعتها منطقة جديدة جدا زي هليوبوليس. من خلال حلقتنا النهاردة والحلقة القادمة إن شاء الله هنحاول نقدم لكم فكرة عامة عن القاهرة الخديوية، إيه هي المنشآت المعمارية الشهيرة، إيه هي المنطقة، تم إنشائها إزاي، ومين هو الخديوي إسماعيل وكان تاريخه إيه وما له وما عليه، لأن طبعا فكرة إنشاء قاهرة حديثة وجديدة كان مكلف جدا وتسبب لمصر في ديون كثيرة جدا. هنعرف كل الأمور دي بالتفصيل من خلال حلقتنا النهاردة وحلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، والقاهرة الخديوية. طبعا سيرة الخديوي إسماعيل موجودة في العديد من الكتب ومن المجلدات، وكمان الكلام عن القاهرة الخديوية الحديثة سواء إذا كان شكل المعمار أو التاريخ لهذا المكان موجود في كتب كتير أوي، في كتير من المؤرخين كتبوا عنه. لكن يمكن هنتكلم بشكل خاص عن شخص واحد بس كتب عن سيرة الخديوي إسماعيل، لأن هو كتب بشكل يعني نقدر إن هو كان معاصر ليه، وكان من الأحزاب أو كان من أفراد الأحزاب أو كان من النواب البرلمان في هذه الفترة، وهو عبد الرحمن الرافعي. عبد الرحمن الرافعي كان محامي وكان سياسي مشهور جدا. فكر في فترة من الفترات ان هو يكتب عن أستاذه الجليل مصطفى كامل على أساس ان هو رمز الوطنية وتعلم منه كل أمور الوطنية في مصر. لكن قبل ما يكتب عنه فكر ان الموضوع ممكن يبقى أكبر من كده، لقى نفسه ان في تاريخ كبير جدا قدامه لازم يكتب عنه. فبدل ما كان هيكتب كتاب واحد فقط عن مصطفى كامل، بس لقى ان هو محتاج ان هو يكتب عن تاريخ مصر الحديثة بشكل عام. يعني وصل لمجلدات 14 مجلد، عمل موسوعة اتعرف عنها باسم موسوعة الرفعي، وصلوا ل 14 مجلد.
كان من ضمنهم الجزء الخاص بسيرة الخديوي إسماعيل. هو طبعا مسك من فترة مبكرة نوعا ما، مسك من فترة المماليك، وفضل ماشي بالتتابع لحد ما وصل للفترة الخاصة بثورة يوليو 52. والمجلدات دهيت اتنشرت برضو على فترات طويلة، كل ما كان يكتب كان ينشر. اتنشرت حوالي من سنة 1929 لحد 1959 وهو بينشر في هذه المجلدات. فاللي عايز يعرف مصر في هذه الفترة بالتحديد كان فيها ايه، وكانت الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة دي كانت عاملة ازاي، يقدر يقرأ الأجزاء الخاصة بموسوعة الرفعي. ده غير زي ما قلنا ان كان في مؤلفات كتيرة جدا وموسوعات كتيرة جدا بتتكلم عن مصر في هذه الفترة. واحنا معاكم اعزائي المشاهدين بنتكلم عن القاهره الخديويه. يعني بيسعدنا ان احنا يكون معانا احدث دراسات موجوده على مستوى المعاجم والمكتبات في الفتره الحاليه الخاصه بضيفنا الدكتور ايمن فؤاد رئيس الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. احنا بنتشرف بيك في حلقتنا النهارده، وحضرتك خير من يحدثنا عن القاهره، خاصه يعني احنا معانا من المؤلفات الحديثه للدكتور القاهره بصفه عامه بقى، طبعا خططها وتطورها المعماري العمراني، لان حضرتك قلت لي المعماري غير العمراني. يعني في فرق بين الارشيتكت وبين الاوربانيزم. تمام. العمراني هو الاوربانيزم خاص بكل ما يخص السكان. هو العماره. ده هنا الامتداد العمراني بتاع المدينه وتطورها وفتح الشوارع والتجديدات اللي فيها والوظائف بتاعتها. حضرتك بتتكلم عن تطورها العمراني من عصر مين لمين؟ القاهره مدينه ألفية، ونشأت في في العصر الإسلامي، وهي الامتداد الطبيعي للعاصمة الإسلامية الأولى الفسطاط. وضع أساسها القائد الفاتح عمرو بن العاص، ثم حصل لها امتدادات بعد كده في العصر العباسي مع مدينة العسكر العباسية، ثم إلى الشمال الشرقي مع مدينة القطائع الطولونية، ثم عندما جاء الفاطميون في منتصف القرن الرابع الهجري وضعوا أساس مدينة جديدة مصورة. كل المدن اللي فاتت دي ما كانش ليها أسوار، ما كانش ليها صورة. دي أول مرة يبقى مدينة ليها أسوار وأبواب. هي القاهرة اللي منحت اسمها لكل العواصم السابقة، وأصبحت تقال القاهرة ومصر الفسطاط. ثم اندمجوا الاثنين مع بعض بعد ذلك، واصبحت القاهره باحيائها المختلفه، فيها مصر القديمه وفيها بولاق اللي نشأت في العصر المملوكي وهكذا. احنا طبعا اللي يخصنا في يعني الكتابه الخاصه بحضرتك اللي نحب ان احنا بعد كده نستعرضه بالتفصيل، لكن الجزئيه اللي احنا بنتكلم عنها هي القاهره الخديويه، وهي طبعا المنتسبه للخديوي اسماعيل زي ما اتفقنا. وده فصل من كتاب حضرتك تقول لنا اسمه إسماعيل وحلم التغريب. شوفي حضرتك، القاهرة زي ما اتكلمنا دلوقتي هي مدينة تراكمية، يعني نشأت في فترة مبكرة في شكل الفسطاط وخططها، ثم حصل العواصم الإسلامية الأخرى إلى القاهرة، وبعدين لما جاء صلاح الدين وقضى على الخلافة الفاطمية في مصر، وهو أصلا جاي من الشام، أسس أو بنى القلعة، قلعة الجبل، اللي هي نمط من المباني كان معروف أصلا في الشام، فنقلوا إلى القاهرة، وأصبحت هذه القلعة هي مركز الحكم في مصر منذ هذا التاريخ، إلى أن نقل الخديوي إسماعيل مقر الحكم من القلعة إلى قصر عابدين في وسط القاهرة الجديدة. فكرة
الطراز الغربي اللي تبنته أسرة محمد علي، هل ده كان اللي تبناه بسبب اسماعيل بالذات، مش إسماعيل بشكل محمد خاص علي. يعني؟ ده حتى في الديكور الداخلي يعني تغيير والشكل شامل، تغيير شامل. ده نظرا لأن هم ما كانوش من أصول مصرية، ولا لأن هم عاشوا وتربوا في أوروبا وابتدت ثقافات هو محمد مختلفة؟ إسماعيل بالمناسبة كان أحد أفراد بعثة الأنجال، البعثة اللي أرسلها محمد علي باشا سنة 1844 إلى فرنسا. وكان من بين الأعضاء هذه البعثة أيضا علي باشا مبارك، اللي أصبح بعد ذلك لما تولى إسماعيل الخديوي ولاية مصر ثم أصبح خديوي، استعان به وأصبح هو وزير الأشغال العمومية، وزير المعارف العمومية، وكان المساعد الأول له في عملية التطوير اللي احنا بنتكلم عنها دي. وهو كتب الخطط الخاصة بيه برضه وصفا للفترة متأخرة في عهد ابنه توفيق، عشان كده سماها الخطط التوفيقية الجديدة. لكن سجل فيها على الأقل كل الأفكار وكل الاقتراحات اللي كان وضع أساسها في عهد إسماعيل، اللي منها مثلا بناء الكتبخانة الخديوية أو تأسيس الكتبخانة الخديوية على نمط دار الكتب الوطنية في باريس. ما كانش فيه في الشرق خالص مكتبة عامة بالمعنى ده. جيل تاني إسماعيل دعي عشان يحضر معرض باريس الدولي سنة 1868. شاف التطور اللي حصل في باريس بالفترة اللي هو كان فيها، اللي قام به هوسمان، والتطورات اللي احنا ما زلنا نشاهدها في باريس إلى الآن. هذا التنظيم وهذه الميادين اللي هي 7 8 تفريعات والحاجات دي كلها. فطلب منه انه بمناسبة بقى انه بعد سنة في افتتاح قناة السويس. طيب هو قرر انه يدعو ملوك واباطرة وامراء العالم الغربي يحضروا هذه الاحتفالية. وأصبحت القاهرة زي ما قلنا هي جوهرة الشرق أو باريس على النيل، أو باريس الشرق بكل المنشآت المعمارية الفخمة الرائعة فيها، وكل المشاريع الحضارية اللي قدمها الخديوي إسماعيل لمصر. في الحقيقة دي كانت حاجة جميلة جدا، وكانت طفرة هامة جدا لمصر في هذه الفترة. لكن للأسف كل ده كان له وجه أسود من الناحية الأخرى، وهي الديون. أسرف الخديوي إسماعيل إسراف شديد جدا جدا جدا، ولم يهتم بالعواقب في هذه الفترة. اللي حصل أصلا أن الخديوي سعيد قبليه ترك تركة من الديون، ترك مصر مثقلة بحوالي 11 مليون جنيه في هذه الفترة. كان طبعا 11 مليون جنيه ده شيء يعني خرافي، وبدل ما كان يفكر الخديوي إسماعيل في سدادها والبناء على حاجات تخلي فيه مشاريع تخلي فيه دخل أكبر، لا هو بقى استلف أكتر، فضل يستلف من البنوك الأجنبية ومن بيوت المال ومن المرابين الدوليين مبالغ كتيرة جدا جدا، لحد ما مصر غرقت في الديون بشكل كبير. والدول الأجنبية في هذه الفترة لقت إن دي فرصة هايلة إن هي تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ما هي واخدين منها فلوس ومن حقها إن هي تتدخل وما فيش سداد للمديونية، فزي كده ما يقولوا كان ليها حق في البلد ده هي، فبقوا يتدخلوا مش في الشؤون المالية والاقتصادية فقط بل في الشؤون السياسية. وفضلت الامور تتطور من سيء لأسوأ لحد الفكره الاساسيه اللي كانت عند خديوي اسماعيل ان هو يعمل بلد قوي ومستقل، علشان فكرته الاساسيه الاستقلال عن الاستانه. الموضوع اتقلب للضد، يعني بدل ما كان هو تابع للاستانه فقط بقى تابع لدول كتيره جدا زي ما قلنا هو مديون ليها وتدخلت في شؤونه الداخليه، لحد زي ما قلنا ان هو في 1879 انجلترا خلعته من العرش وطردته بره مصر. وكانت فترة حزينة جدا وكانت صدمة كبيرة جدا، لأن بمنتهى البساطة انجلترا قدرت ان هي تعمل الموضوع دوت بالاتفاق طبعا مع الباب العالي، وجاله خبر ان هو لازم يترك البلد ويمشي فورا. وكانت فترة او دي بداية النهاية للخديوي اسماعيل.